هل تعلم أنه يمكنك فقدان الوزن بتناول الشاورما؟ تريد انقاص وزنك ولكن لا تريد التخلي عن البيتزا أو الشاورما أو الدهون. إذا لدي لك خبر رائع. مع حمية الكيتو يمكنك حرق الدهون لإنقاص الوزن. نعم، سمعت ذلك بشكل صحيح. تأكل دهون لتحرق الدهون. لكن بالطبع لا يوجد خبز ولا أرز ولا بطاطا مقلية. ما هي حمية الكيتو؟ هذه الحمية تقلل الكربوهيدرات وتجعل الجسم يدخل في وضع الكيتوزية. بمعنى آخر، يطلب دماغك السكر، لكنك تقول له لا، سأعطيك الدهون بدلا من ذلك. إنها أشبه بلعبة البقاء للأقوى. في العادة، يستخدم الجسم الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، لكن عندما تتبع الكيتو، يقول جسمك: لا يوجد خبز. إذن سأضطر لحرق الدهون. وهكذا تبدأ في فقدان الوزن. ماذا يمكنك أن تأكل؟ الشاورما، لكن بدون خبز. فطور بالبيض، لكن بدون خبز. الجبن، الزبدة، اللحم، الأفوكادو، كلها مسموح. لكن البيتزا، المعكرونات، الأرز، للأسف، هذه الحمية لا تسمح بها. الآثار الجانبية، إنفلونزا الكيتو وغيرها. في البداية، قد يكون الأمر صعبا وتشعر وكأنك هاتف بدون شحن. يطلق على هذا الشعور اسم إنفلونزا الكيتو. ولكن لا تقلق، بعد بضعة أيام سيقول جسمك: حسناً، سأبدأ في حرق الدهون وستبدأ الأمور بالتحسن. النتيجة إذا كنت تريد التخلص من إدمان الكربوهيدرات وحرق الدهون، فإن حمية الكيتو قد تكون خياراً رائعاً لك. لكن لا تقل كيف أكل الشاورما بدون خبز. لأن في هذه الحمية لا تأكل الخبز، لكنك تصبح أكثر رشاقة. باختصار، إذا تناولت الشاورما بدون خبز وقطعت الكربوهيدرات، يمكنك فقدان الوزن. هل تعتقد أنها تستحق التجربة؟ اكتب رأيك في التعليقات. لكن لا تنسى، كل جسم يختلف عن الآخر. استشر طبيبك قبل البدء في حمية الكيتو.